السلام عليكم، كيف حالكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. اليوم نعمل انا وياكم سندوتشات فلافل بالبقسماط والبيض. بتجنن بتجنن. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. بدل ما نشتريها من برا، لا احنا بنعملها بالبيت. يلا ارفعوا على الفيديو بالصلاه على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الا بذكر الله تطمئن القلوب يغلين. لا اله الا الله محمد رسول الله. معايا هان عملت في الكربالة تبعت المفتول 4 رغفان اللي هو بيتا. نزلتهم الكربالة، حطيت عليهم معلقة صبغة صغيرة. حطيت هنا زيت طهي، مقطعة باذنجان ومقطعة بصل. بدي اقلي بصل بحليب وطحين وبقسماط. هجيت حفرجيكم الطريقة. حطيت 3 معالق طحين على حبة بصل، شايفين كيف مقطعوها انا دوائر خميلة. حطيتها بالحليب. اللهم صل عليك يا نبي. وبدي احطها بالطحين، اتبلها تاني على المرتين 3 نفس الحركه اللي هعملها هلقيت. بعدين بتاخديها بتحطيها بالحليب والبقسماط. بعدين بتاخديها بتقليها من غير نشا من غير اي حاجه. بتتبليها بالحليب، بيكونش عليها ولا ملح ولا اشي. هنحطها بالبقسماط تاني زي ما انتم شايفين. هتبلها كويس وبعدين باذن الله نقليها. هنقليها بزيت حامي، لازم يكون الزيت حامي. جنب البتنجان بدي احطها. اللهم صل على سيدنا محمد. البقسماط ما نشفته ولا شيء، على طول استخدمته، حتى ما حطيته بالفرن. تمام. من الخبز البيت كمان ممكن تعمليه، بس السندوتشات هذه لازم تجيبي خبز اللي هو البيتا الجاهز، او انت في البيت بتعملي خبز صغير على قد السندوتش، على قد الفلافل. حطيت طيب بهان البقسماط زي ما انتم شايفين 3 رغفان فلافل. طبعا انا طحناها، هعمل فلافل في البيت. اللهم صل على سيدنا محمد. بدي اقليها، يعني انا اختصرت لك طريقه الفلافل لاني منزلاها قبل هيك. اذا انت ما بدك تعملي فلافل فيك تشتري فلافل الشرايه يعني جاهزه. حطيت معلقتين حليب ناشف، مج ميه، بيض، بيضتين. هخربطهم كلهم مع بعض. مش حابه تحطي البيض فيك تحطي معلقه نشا او معلقه طحين بالحليب وتقلبيهم كويس عشان يصير هيك يمسك في الخبز. اللهم صل عليك يا نبي. حطيت ملح. بدي احط شويه بسيط فلفل اسمر. عندك زعتر ناشف حطي اللي بدك اياه. حميت الزيت عشان اقلي فيها الخبز. ده صفي خليط الحليب والبيض اللي انا عملته، لازم اصفيه. تمام. انا كنت منزلكم اياه بس مباشر، بس انا قلت ايش بدي اعمل فيديو كامل. حطيتها بالحليب وبدي احطها بطحين جاف بدون ميه ولا شيء. على فكره انا نزلت الوصفه هذه قبل 2 سنين، بس كنت حشياها كفته وجبنه اذا بتتذكروها. عملتها سندوتشات بالبقسماط والبيض، نفس الفكره، بس هاي الفكره هنقليه قلي كله السندوتش فاضي. حطها بالطحين، اتعفلها كويس، يعني هرص الطحين عليها كويس. ايوه كده. بعدين احطها في الحليب والبيض واحطها على البقسماط. اوفر اليك تعملي البقسماط في البيت، اوفر لك. واذا حابه تنشفي اعملي كميه كبيره ونشفي. صبغه الكنافه النابلسيه جيبي بشكل خليها عندك، كل ما تعملي بتحطي منه شويه. انا مجهزه الفلافل ومجهزه المقبلات. عملت بتنجان وبصل. انا ما عندي بطاطا، انتوا عارفين الدنيا اخر الشهر خلص بدا لقيت كل شيء يخف من عندي. اذا لقيتي شويه ما عليهاش بقسماط بليها بالحليب وحطيها ثاني. طيب مش حابه تحطي شيء مع الحليب، بس بتحطي الحليب مج كبير وبتعملي عليه نفس الخطوات اللي انا عملتها. بتحطي شويه فلفل اسمر وشويه ملح. خلاص هيك تمام. انا محميه الزيت على الغاز، بكونش الزيت كتير حامي عشان ياخد راحته الرغيف ويستوي، ما يشفطش زيت طهي ولا بشفط زيوت ولا اي حاجه. يعني تفكريش انه بياخد زيت ولا اشي، بالعكس الزيت اللي قلت فيه هذا شايفينه زاد معايا، ما نقصش كتير. حطيته بدي احطه على الغاز. هجيت افرجيكم اياه باذن الله عشان انا فاتحه بس مباشر، ما عرفتش اخذ الجوال عند الغاز، ما عرفتش اخذ الجوال. هاي شايفين كيف انا قليته، هاي شايفين نفش ما شاء الله الرغيف. بدي افتحه بالطريقه هذه. فيك تحشيه شنيتسن، فيك تحشيه تايلاندي، ايش حابه تحشيه احشيه باذن الله. انا هعمل المره الجايه احشيه شنيتسن مثلا او ايش زي كده او همبرجر. انا كنت عاملاه بالكفته كان بشهي، لما عملته قبل 2 سنين اخذ مشاهدات عاليه جدا ما شاء الله. حطينا الفلافل، حطيت فلفل احمر، شايفين من جوا الخبز ولا زيوت ولا اي حاجه. طبعا البقسماط بيعمل طبقه عازله عن الخبز فمش هيخلي يخش زيوت جوا فيه. بدي احط دوائر البصل. هاي دوائر البصل جربيها بتجنن بتجنن. طبعا هنحطها على الفلافل لانه الفلافل مبهر وجاهز فمش محتاج ابهرها. اذا انت بتعمليها جنب كنتاكي جنب شنيتسن اي شيء فيك تبهريها. ملح، فلفل اسمر، شطه، بتحطي لها بابريكا، توابل دجاج.
اللهم صل على سيدنا محمد. اذا حابه يعني ان شاء الله. شايفين كيف سهل وبسيط جدا. حكولي انه حقه 3 شيكل. هو لو في بطاطا كان حيطلع اذكى واذكى، بس انا هي الموجود والله، يعني موجود الا من الموجود زي ما كانت ستي تحكي. انتم ملاحظين هالشغله؟ ما صليناش على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. الا بذكر الله تطمئن القلوب غاليين، لا اله الا الله محمد يا رسول الله. شوفوا كيف ما شاء الله، اللهم صل على سيدنا محمد. من حاجات بسيطه في البيت ممكن نعمل اللي بدنا اياه. ممكن تقلي كفته زي البرجر وتحشيها فيها، يعني انت مخيره ايش بدك تحشي فيها. ان شاء الله دائما تعجبكم وصفاتي، وبكون عند حسن ظنكم. بكون بأدي لكم هيك طريقتي بطريقه سلسه، وبكونش يعني انا بطول عليكم، بس لما بكون والله الفيديو طويل بكون انا بشرح حاجات دقيقه، يعني تفاصيل مهمه. ان شاء الله دائما تعجبكم وصفاتي، وبكون عند حسن ظنكم. ما تنسوش امانه اذا وصلتوا لهن في الفيديو ترفعوا الفيديو بالصلاة على الحبيب. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ألا بذكر الله تطمئن القلوب غاليين، لا إله إلا الله محمد يا رسول الله. بدي أطلب منكم فضل وليس أمر تفوتوا على قناتي باليوتيوب، اسمها نفس اسم الصفحة. بحكي لكم مع السلامة ودمتم في رضا الرحمن يا غاليين.